معي الآن أحد الصحفيين الرياضيين السي محمد الفلالي سيدلي بتصريحاته. سي محمد، ماذا تقول عن هذه المقابلة؟ السلام عليكم. بالنسبة للمقابلة فهي كانت مقابلة متكافئة. كان الشوط الأول لصالح فريق الأولمبيك الأسفل اللي كان يتحكم في زمام الأمور. المباراة الثانية الشوط الثاني شفنا يعني سيطرة مطلقة ديال فريق شباب المحمدية، ولكن ما استطاعش انه يحافظ على التقدم ديالو، ومع العلم ان كانت بقى واحد 7 ديال الدقائق. ربما الجانب الذهني بالنسبه لفريق شباب المحمديه فهناك مشكل اخر، وهو المشكل المادي اللي كيعاني منه فريق شباب المحمديه وكذلك اللاعبين. هذا المشكل المادي كما جعل نيسان السيد رشيد روحي مدرب الفريق في الندوه الصحفيه الى ما تحلش في اقرب وقت فغادا تكون القضيه صعيبه وصعيبه بزاف، ولا سيما ان فريق شباب المحمديه اللي غادي يواجه الاسبوع المقبل فريق الوداد البيضاوي اللي عاد من هزيمه بمدينه الرباط امام فريق الجيش الملكي. إذا كما تشاهدون المتابعين الكرام، يعني أحد الصحفيين يدلي بالتصريحات ويقول يعني كما صرحت قبل قليل على أنه رشيد روكي قال في الندوة الصحفية أن نتيجة اليوم تعود لأسباب ذهنية عند اللاعبين، يعني اللاعبين لم يتوصلوا بمستحقاتهم، وهذه كارثة كبيرة كما يقول مدرب الفريق. يعني لابد من تصحيح الوضع وتوصل اللاعبين بمستحقاتهم كي تعود شباب المحمدية إلى سكة الانتصارات، لأن بدون مستحقات كما قال يعني بدون مستحقات. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.